بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه. دول بسم الله ما شاء الله ارانب، بسم الله ما شاء الله عدوا ال 25 يوم، ربنا يزيد ويبارك. ما شاء الله شايفين حجم الارانب، مش عارفين الام من الارانب. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. كميه العلف لازم تكون كميه كبيره على حسب عدد الارانب وعلى حسب حجمهم. اهو بسم الله ما شاء الله لسه بيرضعوا، شايفين بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كل ام معاها 8، دول حجمهم صغير شويه ودول حجمهم كبير حبه. بسم الله ما شاء الله. لازم بالليل لازم اكل العلف يكون كويس، واكل كميات تكون كبيره علشان الارنب الام دي طبعا هي بنستناها تولد ان شاء الله خلال كام يوم. بسم الله ما شاء الله متلقحه وماسكه، فاحنا لازم نهتم بالام دي، نبدا نفصل الارانب الصغيره دي عن الامهات. امتى بقى؟ لما يوصلوا ان شاء الله 30 يوم تبدا الام تكون متلقحه متعشره. عرفت ان هي متلقحه وجستها وشفتها متلقحه، استنى مثلا قبل الولاده بيومين 3 وابدا افصل الام الخلفات. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك الارانب. بسم الله ما شاء الله حجمهم بسم الله ما شاء الله. طبعا الاكل بحساب. بالليل الفطام ده لما اشيله من عند الام لازم الاكل يكون قليل، كميته قليله جدا في الاول، بعد كده بكتر العلف بيكتر على حسب حجم الارانب، على حسب مثلا انا عندي كام ارنب في العين، عندي مثلا 5 ازود الاكل، عندي 6، عندي 7 تبع العدد. بس احنا طبعا بنفضل في الصيف ان احنا نقلل العدد شويه علشان الحر عشان ما يبقوش مكتومين على بعض، يختار على بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله الامهات اهو، دي بتبدا امهات لسه العشار بتاعها صغير، لسه متلقحه من فتره بسيطه. والخلفات اهي بسم الله ما شاء الله اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله اهو. زي ما قلنا بنلقح الام ونتاكد انها مسكت قبل الولاده بكام يوم، نبدا نطلع فوق كده. شايفين بسم الله ما شاء الله حجمهم كبير، انا عايزه اجيب اكبر عدد. بسم الله ما شاء الله اهو شايفين بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا رب. في الاول اول ما جفتمهم من عند الام نقلل العلف، بعد كده نكتر واحده العلف اهو على حسب العدد وعلى حسب حجمه. بسم الله ما شاء الله دول داخلين في 2 كيلو. بسم الله ما شاء الله شويه ويتفصل كل ارنب لوحده في عين. لما يعدي 1.5 كيلو يبدا يتفصل كل واحد في عين، فيه صغير وفيه كبير. بسم الله ما شاء الله. العدد والحجم هو ده اللي بيحدد لي انا ادي علف قد ايه. والميه طبعا باستمرار في الصيف لازم تكون زي ما قلت، اهتم بالميه، اهتم بنظافتها، اهتم بان هي تبقى ساقعه شويه، ما تبقاش من الحنفيه علشان الارنب ما يتعبش منه. ده اهو احنا بحاول ان انا امشي لكم الخطوات بطريقه سهله وبسيطه. شايفين بسم الله ما شاء الله حجم الارنب، بسم الله ما شاء الله وصحته في الصيف وفي الحر وفي كل ده، كل العوامل دي اطلع ارنب جميل زي ده وحلو بسم الله ما شاء الله وصحته كويسه. انا عايزه اجيب الناحيه الثانيه بس مش عارفه بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين بيفضل الارنب العلف. طب في ناس بتسال احط العلف امتى؟ احط العلف من بعد المغرب، ابدا احط العلف عندي من بعد المغرب في الحر ده علشان الارنب شايفين هو كل وهبط اصلا وتعب من الحر هو صعب على الارنب اليومين دول، حر صعب على الامهات اللي والده اهي بسم الله ما شاء الله اهو. الامهات اللي والده، الامهات اللي خلفتها كتير، زي ما قلنا الام افضل وقت ان انا القح الام فيه امتى؟ القحها بعد 10 ايام من الولاده. الام ولدت مثلا النهارده او القحها بعد الولاده ب10 ايام. طيب ابدا اجس بعد 10 ايام تاني، ادي كده الارنب بقى عنده 20 يوم، دخل في اكتر من كيلو الا ربع، وزنه داخل على كيلو. يبقى انا افصل الخلفات بعد كده، افصلهم عن الام، افصلهم بعد قد ايه؟ افصلهم بعد 25 يوم. يبقى الام لسه لها كام يوم؟ خلاص الام بقى لها لسه
5 ايام وابدا اوزن الارنب. هتلاقي بسم الله ما شاء الله دخلت في كيلو، كيلو وربع، كيلو ونص، على حسب العلف اللي احنا بناكله للارنب، وعلى حسب الجود والطراوه والتهويه الجيده اللي عند الارنب. زي ما قلت اهو، شايفين الامهات؟ تعالوا كده اما نشوف الناحيه التانيه. بسم الله ما شاء الله اهو، ربنا يزيد ويبارك يا رب. شايفين اهو بدات الارنب لما يكبر شويه بنبدا نفصله لوحده اهو. بسم الله ما شاء الله. انا بحاول اجيب لكم الحاجات بالراحه كده، نمشي خطوه بخطوه مع الارانب. شكل الارانب يفرح، تربيه الارانب جميله، تربيه الارانب ممتعه، بس اللي يصبر عليها يصبر معاها ان شاء الله ياخد منها باذن الله. تعالوا نقف مع الام دي شويه ونتكلم عنها شويه. يعني مثلا الام دي معاها سبع ارانب، هم هياكلوا مثلا كام؟ 300 جرام او 250 جرام، والام تاكل 150 جرام. يبقى انا كده حطيت لها حوالي 350 جرام اهو. 350 جرام ازودهم كمان شويه. العلف ده يتحط مره في اليوم. في ناس بتسال وبتقول اعلف كم مره في اليوم؟ انا اعلف هي مره واحده في اليوم بعد المغرب وخلاص، واسيب الارانب بعد كده خلاص. الاكل اهو بداوا ياكلوا نصه او ربعه طول بكره لحد مثلا الظهر كده هيكونوا خلصوا الاكل. يستنوا الاكل بقى على المغرب اهو. حتى الفطامنه شوف اللي فوق بدا ياكل جزء من الاكل، وهيفضل ياكل لحد بكره قبل المغرب. يستنى، لازم المكلف ده يكون فاضي قدام الارنب، ويكون مستني الارنب واقف مستني الاكل. الميه ما تشالش ابدا من قدام الارنب، الاكل يشال فترات الحر الجامد من الظهر مثلا لحد اذان المغرب. يبدا الارنب يجوع، يبدا معدته تنضف، يبقى كويس معاك اهو. شايفين حجم الارنب؟ 3 هم حاطين لهم مثلا 300 جرام، يبقى كل واحد خد له 100 جرام، لان دول داخلين على 2 كيلو. بسم الله ما شاء الله. قدامهم بالظبط 10 ايام او 15 يوم ونفصل كل واحد لوحده، يبقى سلاله لوحده باذن الله. ده اهو شايفين بسم الله ما شاء الله اهي. لما يبقى عندي دي خطوه، وبعدين الخطوه الثانيه بعد كده ابدا اشوف واتابع الام قبل ما تولد بكام يوم. زي ما قلنا بنفصل دول ونرفعهم فوق ونستنى نشوف الام. شايفين هي عشان متعشره ومستنيينها تولد، هي نايمه اهي هبطت خلاص. فاحنا نبدا نشيل منها الارانب واحده مع واحده باذن الله. ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله هنتكلم عن الام البشار، ونتكلم عليها مراحلها المختلفه، ونهتم بيها ازاي ان شاء الله. استنونا في فيديوهات جايه ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال رضاكم وينال اعجابكم. كن دايما عند حسن ظنكم. استنوني في فيديوهات جايه كتير، يا رب كده اكون بقدم لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه نستفيد بيها كلنا مع بعض في تربيه الارانب. اي حد من الاخوات الفاضلات يحب يتواصل معنا على تليجرام ارانب الخيل للسيدات على رقم الشيخ سامر 010 64 010 62815093. اي حد يحب يعجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحاج 010 64619771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.